السلام عليكم الإخوان. خوتي، السؤال اللي طرحت ذاك النهار على هاد الشوفو هذا اليوم، حاولت باش نعطي لخوتي شناهي الإجابة ديال هادشي والاستفادة للإخوان جميعا، والمعلومات على الشوفو اشنو هما الحوايج اللي غيتقبوه والحوايج اللي كيتقبوا هاد الشوفوات اللي ولاو عندنا جداد كيتقبوا وكاع هاد المشاكل ديال هادشي. المهم درجة الحرارة خوتي المطلوبة الموثوقة من تكتبها في جوجل طلع لك هي 65 درجة، باش ما ترباش واحد البكتيريا كتكون في الماء. هذاك تاني موضوع اخر. واللي بغيت نقول اخوتي، راه حنا ما كنخدموش الشفوات ب... بالمنطق، بنقولوا لي نورم ديالنا. بحال دابا هاد الشوفو هذا ها هو الكتريك ديال الضوء، كما كتشوفوا فيه لافاز ديكسبونسيون، وهاديك لافاز ديكسبونسيون الحمراء راه ديال السوفاج. هاد لافاز ديكسبونسيون هي اللي كتحمي لينا الشفوات ديالنا، تحمي لينا من الضغط. وكل لافاز وكيفاش بالنمرة ديالها ديال 50 و70 و100 راه كاع بحال بحال. وفيها هي البلاكه ديالها راه فيها كلشي. لافاز ديكسبونسيون راه معروفه، وهذه سانيتير ماشي سوفاج. يعني راه خاص الشوفو ديالنا نركبولو جروب سيكيوريتي، ها هما بحال هادو راه عندنا، و لافاز ديكسبونسيون والسيفون فين يخرج الضغط الجروب سيكيوريتي. عاد نقدروا نقولوا راه حنا ركبنا واحد الشوفو ديال الضوء ف عندنا وركبناه في المنطق. غادي نحاولوا على الشوفو ما يتثقبش، وفي نفس الوقت هذاك الشيء اللي كندوي عليه ديال لانوط والكالكير وهذاك الشيء حتى هو ضروري يطبق الا بغات البياسه ديالنا تبقى شاده لنا المده، لان هاد لافاز ديكسبونسيون راه هي وعاء التمدد بالعربيه. الدور ديالها هي تشد الضغط الزائد في اي شوفو، لا ديال الضوء ولا تتكون في البالون ستوكاج السوفاج، في البالون ستوكاج، وكتكون الاخرى ديال السانيتير تكون في السيركوي سوفاج الاخرى تاهي. ودابا حاليا راه ولاو كيديروها في هاد الشوفوات ديال الضوء باش تحمي الشوفوات من الضغط، وفي نفس الوقت كيمشيو ليها البكتيريا اللي كنقولوا هذيك البكتيريا ملي كتلحق ل 65 درجه كتموت ديك البكتيريا، و60 درجه بعد ما كتبرد كتهرب لهاديك لافاز ديكسبونسيون. والمعلومات اخوتي اللي كنعطيكم راه ماشي جبتهم من راسي انا ولا، هاد المعلومات راه متداولين في الانترنت، ودخل الانسان يقلب على راسو مزيان. راه كاين في الحمد لله في الصنعة ما يتشاف وما يتقال، يعني كاين. راه الانسان ما كاينش الاجتهاد تيلحق تيركب. شوفوا حتى حاجه ما كتركب نورم، قليل اللي كيخدم النورم في الاخوان الصنايعيه. وهذه هاد المعلومات اللي قلت لكم اخوتي راه ما يعطيهمش لك شي حد الا ما كان قاوري، هما اللي كيخدموا بهادشي كيخدموا النورم. اما ديالنا راه كيخدم الانسان عادي. ما داكشي باش كيوقعوا مشاكل في الشفوات. بحال دابا ها هو الجروب باش كيوقع في كيفاش غادي يوقع في هاد الشوفو هذا. دابا في المثال ديال الضو ها هو دابا هاد الشوفو هذا هو مركب ليه لافاز ديكسبونسيون. هادي كيما قلنا راه ديال الحمراء ديما راه ديال السوفاج، هادي لافاز ديكسبونسيون هاد الكريه هادي. وكاينه الزرقاء هاديك ديال السوفاج ديال السانيتير. كاينه ديال الحمراء هي السوفاج، وهادو البيضات، وهاد الحمرات هادو البيضات والزرقات ديال ديال السانيتير. وكما قلنا خوتي هي كي تتشوفوا فيها شامبرير من الداخل والبرد. هاي دابا ملي كتر الضغط في الشوفوفات 65 درجه للفوق هي عمرات، لافاز ديكسبونسيون عمرات. بعد ما كيبرد بعد ما كيبرد لينا الماء كترد تاني تشوفوا هذاك الشيء اللي كان ديال الضغط، وكتبقى محاولة على الشوفو ومحاولة على الضغط تشوفو. وتيبقى الشوفو ديما راه نقولو من حاجة اللي ما تتضغطش ما تتقبش، وفي نفس الوقت ما يترباش فيه الكالكير. وفي نفس الوقت ما لان الشوفو ملي كيفوت 65 درجه للفوق ل 70 80 تيولي داك الماء غادي يولي يبدا يخرج داك بحال تيبدا الماء يولي يبغي يبدا يتبخر، تيخرج بحال الشكل نقولوا
بالعربيه تاعنا، بحال داكشي اللي تيكون في ملي كنكونوا نطيبوا الماء فشي حاجه هكا كنلقاو فيها واحد الكالكير، الا كان الماء تيوصل للغليان تيولي واحد الكالكير اخر. هذا راه الاخ تا هو استاذ ديال هاد اللي شوفو سميتو، هو كيدوي نيت على هاد القضيه ديال لافاج اكسبونسيون، كيفاش الحمايه ولاش كتخدم. يعني الانسان الا تبع راه غادي يلقى شي حوايج اللي هما تيجعلوه بحال تشوف هو دابا اللي عندنا حاليا في البلاد راهم تيكون الانسان يلا شارب 3 سنين عامين كيتثقب، شوفو تيمشي ليه الشوفو ديالو. علاش؟ حيت ما متبعلوش القوانين، بحال لا يكون هاد الجروب سيكيوريتي من حاجه مزيانه، هذاك اللي تيجي فيهم راه ماشي شي حاجه مزيانه. هذا حاجه مزيانه، وخاص ديما اللي بغى يدير الشوفوت الضو يدير تحتو واحد الفيدون ديال الواد الحار يكون مدوزو يد البلومبي. نفس الطريقه باش كان تيشرح الاخ الاخر، هو تيشرح بها السيد هذا الاخ تاني على لافاج اكسبونسيون. هنا فين تيكون الضغط، راه كلشي تيكون في هذيك التيكيتا ديالها شحال كتهز ديال الضغط، وملي تبغي تعبر لها الضغط ديالها تكون خاويه. اي لافازيه ديال السانيتيريا ديال السوفاج كتعبر لها الضغط ديالها تكون خاويه، ما تكونش داخله السيركوي عامره. وهذه راه كدار من تحت في السيركوي في الدخله ديال البرد، كدار من تحت الجروب سيكوريتي، من تحت الجروب سيكوريتي تبقى تهز لك الضغط ديال الشوفو، باش الشوفو ما يوقعش في الضغط، لان راه تيوصل ل7 بار تيبدا يخرج، تيولي هذيك الوقيته الجروب سيكوريتي تيخرج هذاك الضغط الزائد، وتيمشي تاني لافازي الا كاينه صافي، وتيبقى تشوفو مزيان ومحال. وما تنساش يا اخي مني وصلت لهنا دير ابوني باش تعمل فائده للجميع. وهذا واحد الاخ تاني اخر، هاد الفيديوهات هزيتهم سبيسيال باش تفهم وتعرف بان هادشي ما دايرش عندنا في البلاد هنا. الشوفوات راهم غاديين يتقبوا، ما تنركبوش ليهم هاد النورم ديالهم، وراه حتى الطاقة الشمسية راهم ولاو تيركبوهم ليهم. يعني كاينين شي حوايج ناقصين، بعد ما غادي نبداو نركبو داكشي النورم راه ما غاديش يبقاو الشوفوات يتقبوا وما يبقاش فيهم هذوك المشاكل بحال كيما دابا. راه شوفو تيشري الانسان غير عام عامين تيكملهاش تيمشي. بعد ما كانوا بكري كي اللي غادي يسولني على بكري كانوا الشوفوات تيخدموا قيله ل20 عام كاع، وبجروب سيكيوريتي بحال هذا اللي لحت لكم خوه. انا عقلت عليهم من يلا بديت الصنع ديال 80 يطرو و100 يطرو، و هادشي ما فيه خوتي وتحياتي.